السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جميل إن شاء الله ويوم سعيد علينا وعليكم، وموسم سعيد، موسم فرخ إن شاء الله سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. زي ما وعدناكم إحنا خطوة بخطوة مع بعض وواحدة واحدة هنا مع بعض، سلكتنا مع حمامنا بنعرفك إحنا بنعمل إيه قبل بداية الموسم. خطوة مهمة جدا ونصيحة لوجه الله، قبل أي حاجة إحنا بنعامل الحمام كله سواسية. فرد حمام تحضيم ب 10 جنيه زي فرد حمام صافي ب 10000 جنيه زي فرد ابلق ب 1000 جنيه، كله عندنا واحد. هتقول لي يعني انت عايز توصل لنا ايه النهارده يا عم حسام؟ هقول لك فرد التحضيم النهارده احنا طالعين نوريك ان احنا بنمصل او هنمصل الحمام الوزار بتاعنا، تمام؟ وهنمصل التحضيم. واحد هيقول لي طب انت بتمصل الوزار؟ ماشي، طب بتمصل التحضيم ليه؟ هقول لك انا يا سيدي ليه. هي التحضيم ديت بتزق مين؟ ها؟ رد. ايوه انت رد. بتزق مين؟ بتزق الحمام. يعني مثلا ده ذكر، ده ذكر شاب لسه عليه صمته. كل الحمام ده هنمصله دلوقتي قدامكم. يعني انا معايا اخويا ان شاء الله دلوقتي هفرجكم وبيمصل الحمام ده ذكر، تمام؟ ده ربنا كرمني هلقيه على نتايده وهحضر حصجوه عند التحاضين. طب هو التحاضين كده هيزق مين؟ هيزق معايا اخضر، يبقى انا او هيزق معايا ابلق او هيزق معايا صافي، شوف، او هيزق زينه. شوف انت بتربي ايه، تمام كده؟ المهم عشان ما نروحش بعيد عن موضوعنا، ده فرد حمام هيتمصل والتحاضين هيتمصل. التحاضين لما بيتمصل بيكون بصحه جيده، واحد اتنين بيدي اجسام مضاده للزغلول، تمام كده؟ هتقول لي يعني ايه اجسام مضاده؟ يعني الحاجه وعكسها. شوف يعني حاجه كده صد، تمام؟ حاجه مضاد. انت جاي مثلا في الهواء جاي ميكروب جاي فيروس، الحاجه ده مش معناه برضه ان انت تهمل في حمامك. الحاجات دي بترفع مناعه وكفاءه الجهاز. اللي هو معايا كده ده تمصيل، تمام كده؟ ده تمصيل اللي هو يا جماعه ضد الروشه. ده كل اول اللهم صل على النبي قبل الموسم بتاعنا بنمصل حمامنا كله، تحاضين، وزار، شبابات، اي حمام عندنا بيتمصل، تمام كده؟ وده بتاع يا جماعه بتاع مصر واللقاح، تمام؟ قرب لي كده هنا بعد اذنك، تمام؟ بص كده حضرتك دي كلها دي عينات ان شاء الله متوفر من التحاصيل دي برضو، عشان احنا قلنا خيركم للناس انفعوا. الحاجات دي يا جماعه ان شاء الله في منها برضو للبيع، احنا جايبين منها كميه كبيره. اللي محتاج ان شاء الله هيرن علينا على رقمنا 0100 79 353 99. كده يا جماعه انا قلت نصيحه لوجه الله. انا دلوقتي هوريك كمان طريقه التمصيل في الرقبه ولا في الصدر، هوريك خطوه بخطوه احنا بنعمل ايه. انا الايام اللي فاتت دي سامحوني والله ناس كتير طلبت مننا زي غليل وكل الناس انا كنت واقف فرخ، تمام؟ والحمد لله اليومين دول هقول بسم الله يا انتاج. فقبل ما اقول بسم الله وكله طبعا بامر ربنا هنمصل حمامنا، تمام؟ علشان تبقى داخل الموسم قوي، عشان ما تخش الموسم في النص تتشنكل. لا انا داخل بسم الله عامل كل اللي ربنا مقدرني عليه مع حمامي. حمامي نضيف، حمامي برضه وانا ببدره هفرجكم احنا بنعمل ايه. حمامي موصله خلاص كده، يبقى انت حمامك بيكلف بنظام، حمامك واخد اجسام مضاده من التحصين. التحاضين اللي الناس بتعاملها معامله كده وخلاص، لا لا، التحاضين عندنا بتزق الحمام اللي هو ده. يعني بص، اصل النهارده عشان نكون صراحه هي غير واصبح فيها شيء من البيزنس او شيء من التجاره. انا النهارده لما يبقى معايا قص ب 2000 جنيه مثلا، حطيت له حصويتين عند قص التحاضين اللي هو ب 100 جنيه، طب ما تزغلوا لما يطلعوا هبيعهم بكام؟ يا عم هبيعهم ب 500 جنيه. طب ما انا لو التحاضين عندي مش بكفاءه هخسر ال 500 جنيه، تمام؟ فده مبدأنا. زي ما بنكرم الحمام اللي هو الغالي بنكرم الحمام الرخيص، لان الحمام اللي هو الرخيص او مقصوده اللي هو التحاضين هو اللي بيكرم لنا الحمام الغالي. فدي يا جماعه نصيحتي ليكم، تابعونا ان شاء الله. دلوقتي احنا هنكون مع الباشمهندس تامر هيمسك الحمام الوزاري يحصنه، وبعد كده تامر اخويا الكبير طبعا الجماعه اللي هم حبايبنا على القناه عارفينه، طلع معايا قبل كده وهو بيقطع لنا السلكات، كتر خيره، هو بيركب لنا الخراطيم واخد بالك. ودلوقتي ان شاء الله هو معانا هيمصل الحمام، وبعد الوزاره هيمصل ان شاء الله معانا التحاضين برضه. هوريك كده وهوريك كده، تابعونا يا جماعه. وريني يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في برضه حضرتك اي تعديل كده عايز تعدله، احنا هنوري الناس انا بمشي ازاي وبعمل ايه، واخد بال حضرتك؟ اتفضل.
اي حاجه عايز تقولها لمشاهدينا اتفضل. النوعيات اللي بحب اظبط حالي كده، البس الكمامه بتاعتي والبس الجوانت بتاعي واشتغل بمزاج. ما هي اصلا يا باشمهندس غايه مزاج. يعني احنا لو مش بنحب الحمام وبنغير على الحمام هتطلع تمصله. يا جماعه دلوقتي الساعه 3 الفجر، احنا طالعين بعد شغلنا، طالعين نمصل حمامنا. المفروض انت جاي من شغلك وتعبان عشان تنام، لا احنا بنطلع ننام عند الحمام هنا، ان احنا بنعشق الحمام. خلاص انت مجرد ما بتشوف الحمام اصلا ما بيجيلناش نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ان شاء الله وقفنا فين؟ ان شاء الله من اول هنا. اول هنا كده. اول هنا كده. دي انت لسه موصلها، اشوفها كده. من اول هنوصل من اول شوف كده. دي اتوصلت من اول نقطه هنا ان شاء الله. تحت هنا، ايوه. الله يبارك لك. طبعا قبل ما احصل وقبل ما اعمل اي حاجه بعيد تقليب الحمام تاني. فرد الحمام كالب بصحه جيده تمام. اي فرد في اي مشكله ما بتحصنش، لان التحصين بيوقع الجهاز المناعي. انا طبعا شغال بقالي 3 ايام في الميه رفع مناعه. معلش، يعني ايه اي فرد حمام فيه مشكله؟ تقصد ايه يعني؟ فرد بيسهل، فرد فيه تنفسي، فرد عليه اي عرض من اي نوع ما يتمصلش، يتعالج الاول. يتعالج الاول، وبعد ما اعالجه احصنه زي اي فرد حمام. قرب كده هنا معايا عشان اوريك السرنجه ونظامها. ربنا يجازيه خير. السرنجه اهي طبعا كلنا عارفينها. بمشي انا نظام نص سنتي، نص سنتي لفرد الحمام الكبير، وبرضه نص سنتي للزغلول. تمام. الزغلول العمر شهر، ونص سنتي للشباب. فرد الحمام انا بديله وهو لسه زغلول تحت التحاضين عمر شهر، وبعد 6 شهور بديله دوره، بديله مره كمان، وبعد ما يصوم ويخلص بيكون عدى 6 شهور اديله تاني. تمام، جزاك الله خير. التمصيل حضرتك بيكون فين بتاع الروشه؟ بتمصل في الصدر ولا في الرقبه؟ بمصل تحت الجلد. تحت الجلد فوق الرقبه. تمام. زي ما هوري لحضرتك. تمام. في الصدر دي اللي هي في العضل هنا. تمام. دي المضادات الحيويه اللي هو هنا في العضل كده. تمام. بيبقى سطحي كده زي ما انا هعمل هنا كده. قرب كده معايا عشان توري الناس. ما شاء الله، من غير ما حد يمسك معاك الفرد ولا حاجه ولا اي حاجه. نوري برضو مشاهدينا. انا بمسك منك الجوانت اهو قرب كده عشان توري ان تمام. اهو ما شاء الله. بقرب كده طبعا السرنجه بلفها ليا عشان اشوف ايه النص سنتي فين. بس كده. ما شاء الله، جزاك الله خير. امسك فرد الحمام، بقلب فرد الحمام كالف. تمام. الدنيا تمام. ببص عليه كده، بقلبه تقليب موضعي كده. خد بالك. تمام. الصحة العامة الجهاز نفسه. الصحة العامة لفرد الحمام. تمام. خد بالك. تمام. الدنيا تمام 10 على 10 ما شاء الله. ابتدي احصن، مش تحصين وخلاص. تمام. يعني برضو نصيحة الباشمهندس بيقول يعني مش أي فرد حمام يتمصل كده وخلاص، لازم فرد الحمام يكون واقف كالف مظبوط. صحي وتمام و10 تمام، ما فيهوش تسييف، ما فيش اسهال، ما فيش اي عرض عليه. ده نقول بسم الله ونمصله. بسم الله. قرب كده تاني فرد تاني اهو بره. اهو. ربنا يبارك لك. ادي النص سنتي. شكرا. ولا اي حاجه. ما شاء الله. الناس اللي بتقول ما بنعرفش نحقن وبتاع ولا اي حاجه. ما شاء الله. ايه اللي انا بعمله؟ تمام. اهو برفع دي كده. تمام. برفع بمسك الريش كده. تمام. وبشد المنطقه اللي فوق الدماغ لفوق الجلد. ما شاء الله. عشان وانا بضرب الابره ما اخبطش في عظمه او في لحمه ما من شاء تحت. الله. يعني الجناحين دول ما يعملوش معايا ايه؟ اجي انزل بالابره الاقي نفسي دخلت في اللحمه او خبطت في العظم. لا. تمام. ماشي. بشد دي لفوق اهو كده اهو ولوحدي، محدش يمسك معايا حاجه. تمام. ما شاء الله. هو الباشمهندس علشان من الممارسه بيمسكه لوحده. انت ممكن في البدايه خلي حد يمسك لك الفرد واحده واحده، تتعلم تعمله لوحدك ان شاء الله. انما في البدايه خلي حد ان شاء الله يعني يمسك معاك الفرد. قلنا نفيد الناس عشان الناس بتقول ما بنعرفش نحقن وبتاع. هي
الموضوع مش صعب ومش محتاج ان حد يحقق لك ولا حاجه. ربنا يجزيك خير. مره غلط المره الجايه تعملها صح، مش قصه يعني. فرد تمام، الدنيا تمام. كده حصل اهو. تاني قرب برضه تاني. دخلتي للابره اوريك بخش ازاي. اهو 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 بالراحه اهو. الله ينور. بجيب السن القصير اهو. تمام. بضرب شكر ما مش شاء حاجه، الله. ولا المحلول رد تاني ولا التحصيل رد تاني ولا حاجه، ولا في حاجه ما حصلت. شاء الله. اهو. ايه تاني كده الصف ده كده اللي ان شاء الله الصف دوت برضو آه. اول جوز صفافات. تمام. اهو. ما شاء الله. ببتدي بقى املى السرنجه بتاعتي اهو. السرنجه دي 5 سم كبيره. تمام ما شاء الله. بملى واروح مفضيها من الهواء، مفيش اي مشكله خالص. بس دي كده خلاص. متوفر بقى عند حضرتك المصل دوت لو اي حد من حبايبنا ان شاء الله. على القناه محتاج، ان شاء الله. متوفر عند حضرتك منه، تقدر تساعد اي حد ان شاء الله محتاج إن شاء الله. يكلمنا على الرقم اللي احنا قلناه. تمام. طبعا ما بدي ايدي على فرد الحمام من اول ماسكه، لا هبد ولا رزع ولا الكلام ده خالص. ما شاء الله. عارف انت بتمسك فرد الحمام ازاي. تقلب الصحة العامة، كالف الدنيا تمام 10/10، مش مسيف من تحت، مش ضعيف يعني. تمام. تمام 10/10. وبعد ان شاء الله ما نخلص من التحصين هنبدر الحمام. تبدير اللي هو الحموم يعني فيما معناه، مش تبدير بودرة. لا، هيتبدر، هيتحط له مثلا مادة مبيدات حشرية، مادة مبيدات حشرية في المية ويستحمى. ترفع انت طبعا جناحاته كده. وطبعا الحلقة دي مش هنتكلم عنها بالتفاصيل اول لما نبقى صوت وصورة ان شاء الله متابعين معاكم، ويبقى قدام عينيكم باذن الله ان شاء الله. عشان الريش والزبل اللي انت شايفه ده والوساخه دي والامن ده وكل الكلام ده ان شاء الله مع الحموم ينزل باذن الله. ما شاء الله. وتبتدي الناس ان شاء الله تفرخ، وموسم خير على الناس ان شاء الله كلها. يا رب. ربنا يا رب يزيد ويوسع على الناس كلها. يا رب. فاصل يا جماعة ان شاء الله ونرجع لكم تاني. عدنا مرة تانية مع حضراتكم. ان شاء الله الحلقة دي كده احنا بس بنوصل فيها كام حماية وزار، والحلقة اللي بعديها ان شاء الله مباشرة هنوريك ازاي احنا بنتعامل برضو مع التحاضين. ما شاء الله. كده انت خلصت ازازة وبتعمل ازازة تانية يا باشمهندس. ما شاء الله. ترك طبعا الازازه كويس. العبوات دي حضرتك بيبقى تخزينها فين بالظبط؟ يعني لو انت مثلا شحنت لحد ولا حاجه بيتحط لها تلج. بيتحط لها تلج، ولما توصل له بيعمل بيحفظها ازاي؟ يعني الازاز بتبقى مقفوله زي ما هي كده. تمام. وكيس تلج بروح حاطه في قلب الشنطه اللي هي فيها، واروح قافل الشنطه. تمام. تروح بالسلامه، يروح واخد العبوات الازاز دي حاطها في يحطها التلاجة. في الثلاجه العاديه مش في الفريزر. تمام. بقلب
كالب برضه فرد الحمام. ما شاء الله. الصحة لو العامة ممكن تقرب لنا كده شويه يا باشمهندس هنا. أقرب لك. عشان تبقى الدنيا واضحه. شوف الصحة العامة بتاع نتفرج فرد الحمام. نتفرج برضو معاك كده على الحمام وانت بتمصله وربنا يبارك لك. بس دي انتايه دي ما شاء الله. من ما فيش وقت. تمام. عايز ايه؟ ماشي. على السريع. يلا برضو عشان نمتع برضو مشاهدين قناتنا. طب وماله نمتعهم في حلقة تانية مش مشاكل. ان شاء الله. ده بقى ماشي. القص الصوافة دول. كده في النتاية الصفية اللي تحت ديك والنتاية السكر. الصفية دي محتاجة تقف بس يومين كده. طيب تمام. طبعا خدتوا بالكم لما لقى الصفية مش كالفة كويس أجل المصل بتاعها. طبعا. قلنا في أول الحلقة الصحة العامة لفرد الحمام. ودي فرد حمام عنده التهاب اهو في عينيه برضه. هتتساب اهي. تمام. شايف الالتهاب حتى انا لسه منضفه لها. تمام. دول كده مش موصلهم. شايف العين التانية برضه عامله ازاي؟ تمام. تمام. العين مدمعه اهو، التهابات في الجفن اهي. تنفسي على طول اهو. تمام. طب انا هحقنها تنفسي ولا هحقنها تحصين؟ طبعا كده شكرا. كده دول نركنهم يخفوا الاول ونعالجهم وبعدين نخش بيهم تمثيل تاني. مش اقل من اسبوع 10 ايام ان شاء الله. يتعالجوا ويقفوا. خد بال حضرتك. في حاجه تاني هنا في الجنب؟ لا كده ربنا يجازيه خير. كده بقى اختم مع مشاهدينا ووعدهم ان شاء الله ان احنا برضه هنوريهم ازاي بنوصل التحضير. كده ان شاء الله خلصنا الوزاره وباذن الله معانا حلقه تانية ان شاء الله في التحضير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.